وقد قام السيد الوزير وعدد من المسؤولين بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة صالون الشباب. انت مسجل الصالون ده ليه يا عم دياسطي؟ سيبنا ركز مع البرنامج يا ولد. هم بيفوزوا في الصالون ده كمان؟ مش سامع. 50,000 جنيه، وذلك على لوحته التي سماها كنا هنا في وسط البلد من ساعة وربع بالظبط. ايه ده لا فيها بلد ولا فيها ساعة. بس فيها ربع يا جاهل. ربع كيلو ألوان. ايه بس باين عليه رسام، ايه رسمها كأنها تصويرة كاميرا. ابقى كلم وضغط ابعتها لي بالبلاتوس. خلاص بقيتوا تعرفوا الرسام من كوز الذرة. طب ايه قولك بقى ان ده رسم تشكيلي متمرد؟ طب ما انا ممكن ابقى متمرد انا روخر واجيب رجل الطبلية واقصها الوان واتمرد على حيطان الكفر كلات. تتمرد على الحيطان ايه؟ هو انت خنفسه؟ انتوا على طول حاشرين روحكم في اللي مالكوش فيه. ما تسيبوا الفن لاصحابه، للناس اللي بتفهم. عاوز تقول لي يعني ان انت فاهم اللوحة دي يا اسطى؟ طبعا. دي بترمز. يا سلام، طلعت بترمز. انا كنت فاكرها بترتر. بترتر؟ ما تخليك راجل يا ولد. مليك الصالح انت بالصالون ده يا اسطى. لعلمك الصالون ده انا عارفه حته حته. بالاماره الصالون ده اول ما تخشه هتلاقي كنبه حمراء على اليمين. ولعلمك برضو انا سجلت اسمي في الصالون اللي جاي، ويوماتي بتفرج على الدفة دي عشان استفيد من تجارب الاخرين. يا بوي انت هتخش صالون الفنانين ده يا اسطى؟ لا حول الله يا رب. وانت مالك يا ولد انت بالكلام ده؟ عليه يا ابن المسخره وقله القيمه دي؟ انا فنان بالفطره. انتوا ما سمعتوش؟ بيقول لك 50,000 جنيه. اي حد يسمع الكلمة دي لازم يبقى فنان على طول. وبكرة تشوفوا صورتي في كل الجرايد وانا جنب اللوحة بتاعتي اللي حسميها عندما جلست على النت لم يكن الكرسي مريحا. طب واللي جمعنا من غير ميعاد، لو عرفت تشترك في الصالون ده او اي حد عبرك منهم لوزع حمص على الكفر كلاته. وانا عليا النعمة لو دخلت الصالون يا عم دياسطي لوزع شوربة مع الحمص عشان يبقى حمص الشام. ما تسيبك من الكلام ده يا اسطى. صالونيه وانترينيه اللي هتروحه ده انت اخرك صالون احلاق. بكرة هتشوفوني وانا بطلع سلم المجد، ولو ما لقيتوش كل مسؤولين البلد جايين الكفر هنا عشاني ما بقاش انا الضيافة. جبت لك الغدا يا دياسط. يا لهوي، انت بعت المحل يا دياسطي؟ هبيعك العيش برضه يا بسنت. انا كل الحكايه اني بعت كل اللي في المحل عشان اشتري عده الفن. وسعيلي بقى عشان احط اللمسه الاخيره. لمسه اخيره؟ انت نويت تنتحر كمان؟ تف من بقك. اللمسه دي يعني التاتش. وفي الفن التشكيلي يا بسنت لازم التاتش يبقى في ريحه تاتش. وسعيلي بقى عشان ورايا تاتش. انت فعلا بقى عندك تاتش يا دياسط. طب وواقف اخر الدنيا ليه؟ عشان اشوف اللوحة من بعيد يا بعيدة، لان التشكيل ده مدارس وانا من المدرسة الرمزية. خلاص يا بسنت، الحمد لله الحمد لله انا بقيت رمزي. لا حول ولا قوة الا بالله. وعشان كده انا قررت احط التاتش ده من بعيد. وسع بسنت كده، وسعي. اي هو ده التاتش يا دياسطي. اخس، تاتش لبس في بسنت لطش. انت قاصد تعملها؟ والله ابدا، هو الفن الحديث اللي ساعات بيفلت كده. الفنان الرمزي ساعات الرمز بيخونه. انت ما شفتيش احمد رمزي في الافلام ولا ايه بس؟ طب اسمع بقى، طول ما انت رمز كده مفيش بيناتنا حديث. لما ترجع دياستي تاني ابقى تعالى كلمني. منك لله. الظاهر ان فيه تاتش حصل ما بيننا. مساء الخير يا عم رمزي، قصدي يا عم دياسطي. مساء النور يا نعم اخوي، عايز ايه؟ انا كنت بس عايز اسال يعني سؤال واحد، هو الباب ده للبيع؟ ما هوش باب يا ابو دم خفيف سكر بره. ايه اللي وسخ الدكان عندك كده يا اسطى؟ شفت، مش حكايه الباب كانت ارحم؟ ما هو الجاهل بس هو اللي بيتريق على الفن. بس والله ممكن يبقى يرسم لنا جمل وطياره على البيت عشان عمتي هترجع من الحج.
طب وعمتك ذنبها ايه تشوف الحاجات المجندلة دي؟ اهو كله بثوابه، بدل ما الالوان دي تروح في كلام فاضي. يا شادي يا واد عمي، ايه اخبار مصر واخبار كوبري 6 اكتوبر؟ انت لسه واقف هناك من امبارح؟ طب اسمع، انا كنت عايز خدمه، انا عايز اخد كورسات في الرسم. ايوه عايز اخش صالون الشباب. كليه ايه؟ فنون جميله؟ يا ابني الجميله دي مالها ومال الرسم؟ دي تلاقيها بتاعت باليه ولا حاجه. اخد ايه؟ درس خصوصي؟ بكام ده؟ ايه؟ ليه؟ كتير كتير قوي. طب ما ينفعش اخد حاجه بلوشي؟ منحه مثلا، شوف لي فنان اعمل معاه تبادل ثقافي، هو يعلمني الفن التشكيلي وانا اعلمه الشاي الصعيدي مثلا يعني. هلا قول لي يا استاذ غباشي، مش انت كنت مدرس رسم في الثمانينات؟ يا سلام، فكرتني والله يا استاذ ضياستي. فكرتك بالثمانينات؟ لا، فكرتني اني ما اكلتش من امبارح. العلم واخد كل وقتي. سيبك من الاكل دلوك وخلينا في الرسم، اعتبر نفسك في حصه احتياطي. شوف يا استاذ ضياستي، انا بلا فخر بلا فخر درست كل المواد. اي والله، مواد علميه، مواد فنيه، مواد غازيه. غازيه؟ استغفر الله. حتى التربيه الفنيه والالعاب. بس الكلام ده بقى كان في الثمانينات. فكرتني والله. بالثمانينات؟ لا، بالسؤال اللي سألته لك من ساعة. انت تسأل في اي حاجة يا استاذ ضياستي. الله، مش كفاية انك مأجر لي المكان البديع ده؟ طب لو واحد غاوي فن، مش غاوي، هو فنان اساسا، بس مش فنان قوي يعني، هو رمزي، المهم انه ملوش في الرسم وعايز يخش صالون الشباب. صالون الشباب حتة واحدة؟ طب ده يبدأ بحمام الشباب الأول، وبعدين يعدي على طرقة الشباب ويخش على صالون الشباب. طب كده يطلع له حب الشباب. مش وقت استظراف ده يا غباشة فن، الله يستر اصلك. من الاخر، ازاي صاحبنا ده ممكن يعمل لوحة تنفع تدخل الصالون؟ الصالون ده بتاع الأعمال المبتكرة والحديثة، يعني عايز اختراع، فن تجريبي. يعني مثلا يرسم مواضيع جديدة، يستخدم خامات غير تقليدية. أنا أعرف صديق مثلا استخدم خامات من البيئة بتاعته. ليه بقى؟ هو كان ساكن جنب الوكالة، فاستخدم الصفيح والخردة، وافتكر انه خد الجايزة التانية في صالون الشباب. خامات من البيئة؟ زين قوي. بالاذن يا غباشة فندي. الله، على فين يا استاذ ضياستي؟ معلش اصل عندي شغل في البيئة، قصدي في الدكان. بس احنا ما كملناش موضوع الفن التجريبي. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or won't you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate the ghost, shh, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar And be better off than you are. خلاص بقى يا دياست، ما تزعلش مني، ما كنتش اعرف انك فنان بصحيح. مش عملت لي فضيحة عشان حتة تاتش؟ ده انا ليا الشرف يا دياست ان التاتش بتاعك يخبط في نافوخي، ده انت تاتشك على راسي من فوق. الو، مين؟ يا اهلا وسهلا، يا دي النور يا دي النور، يا اهلا بالفنان الكبير. انا خلصت من 3 ايام، يعني قبل الصالون باسبوع، عشان تعرف بس. ها، عجبتك اللوحه يا استاذ؟ انا صورتها لك من كل ناحيه. بجد؟ صحيح يعني؟
يعني ايه؟ هتدخل الصالون؟ الله اكبر، الله اكبر. يا سلام يا سلام، دي ولا اللوحات بتاعت التلفزيون. يا لهوي بالي، ده بصحيح يا واد يا رفاعي. لوحة تفتح النفس. بس يعني هي مش مفهومة شوية. ما هو ده الرسم المتمرد يا واد. كل واحد يروح لحاله، ممنوع الاقتراب او التصوير، ما عايزش اللوحة تبوظ. انا بقول لك عايز اسلمها بكره للصالون. بس كيف رسمتها كده؟ دي مرسومة حتة حتة، سهر الايام والليالي. حاجة حلوة يعني وتشكيلية كده يعني. اقول لك الصراحة ادي يا اسطى جامد. وبكره هتشوفوا لما يرفعوني على الاكتاف عشان اطلع سلم المسجد. الجايزة الأولى 50,000، يعني 15,000 هجيب بيهم لابتوب، و5000 جنيه أجيب بيهم بدلة عشان أتمنظر على رفاعي، يبقى اللي فاضل 30 بس. الظاهر إني لازم آخد جايزتين. يا ساتر، الريحة المعفنة دي. اوف يا ستار يا رب. ايه ده؟ انا ما غيرتش الشراب ولا ايه؟ مش عارف اتنفس، كوباية هوا. يا اخوان هموت. مش قادر. هذا وقد حاولت الشرطة والإسعاف السيطرة على الوباء مجهول السبب الذي يهاجم كفر أبو يا عجوة. دياستي اصحى، يا دياستي اصحى، بيقولوا فيه وباء في الكف. نامي يا بسنت نامي، تلاقيها إشاعة عشان يخصخصوا الكف. إيه دي؟ الريحة دي؟ الحاج يا عم دياستي الحاج. إيه رفاعي؟ إيه الحرب الكيماوية قامت ولا إيه؟ البلد كلها مقلوبة بره وبيسألوا على اللي عمل اللوحة. مش قلت لكم البلد كلها هتبقى عندي هنا؟ بس ايه الريحة الوحشة دي؟ ما بكفاياك يا رفاعي. هو ده يا حضرة الضابط، هو ده اللي خنقني. ظابط؟ من ناحية أخرى اتضح أن سبب الوباء هو لوحة مثبت عليها كمية رهيبة من القمامة والطعام الفاسد. وعندما سئل المتهم عن الدافع وراء جريمته وقال صالون الشباب، أمرت النيابة فورا بتحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية. أعلنت منظمة قلت لكم البلد كلها هتبقى هدية. وكل يوم من ده مقالب، والطبع في الآخر غالب، بس انت واقفة له على هيفة